ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم أميرة ثابت. احنا النهاردة هنعمل العجة بطريقة حلوة قوي قوي، وان شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش في اللايك لو عجبتكم الطريقة. تعالوا بقى معانا نشوف المقادير. معانا 6 بيضات، معانا بصل بتاع بصلتين كبار وبقدونس، ودولت 4 معالق دقيق، ودولت ال6 بيضات احنا قلنا، ودي طماطمتين مبشورين. معانا بقى في التوابل نعناع، ملح، فلفل، كمون، شوية بيكنج باودر، وبنحطهم طبعا على البيض في الآخر. هنجيب دلوقتي الطاسة، نحط في قلبيها زيت. الزيت يسخن، بعدين نحط البصل. البصل دوت لازم يتحمر، يعني مش يتشوح كده وخلاص، لا نحمره كويس قبل ما نحط الدقيق. دلوقتي هنقعد نحمر فيه لغاية ما لونه يبقى يعني بني، مش دهبي، بني شوية. بيدي لون حلو في العجة وبيبقى طعمه حلو. شوفوا طبعا احنا كده خلصنا تحمير البصل. هنحط بقى الدقيق دولت بتوع 4 معالق دقيق. ليه بقى الدقيق بيتحط مع البصل؟ عشان يتحمر، ما يبقاش طعمه باين في العجة. نقعد نحمر في البصل كده شوية لغاية اما ايه يبقى لونه مشمش شوية، يعني نعرف ان الدقيق اتحمر. قبل ما نحط الطماطم، هنحط الطماطم بيدي طعم حلو قوي في العجة، ونقعد نقلب فيها كده لغاية اما تنشف شوية. وبعد كده بقى هنشيلها من على البوتاجاز، نخليها تبرد. يعني الخلطة ديت نخليها تبرد، علشان ايه ما ينفعش نحط البيض على البصل وهو سخن. هحطه كده في الطبق ويبرد، اروح حاطه بقى الخضرة ديت، بقدونس، وممكن تحطي بقدونس وكزبرة وشبت، بس ديت معايا بقدونس بس. وحطينا ال6 بيضات. هنقلب طبعا بعد ما نحط التوابل بتاعتنا، الكمون والفلفل والنعناع بيدي ريحة حلوة قوي، وبيكنج باودر. انا كنت حاطة بيكربوناتو، بس نصيحة ما تحطهاش، ملهاش اي لازمة. بتغمق العجة شوية. لكن لما ما بنحطش الكربوناتو بتلاقي العجة لونها مزعزع، مزعزع البيض مع الطماطم مع الخضرة، بيبقى شكلها احلى. انا بصراحة ما بحطش الكربوناتو، بس النوبة حطيتها كده قلت اما اجرب، بس من غير كربونات بتبقى احلى. هنقلب طبعا المقادير كلها مع بعض قبل ما نحطها في الطاسة تاني. نقلبها كويس، وهنحط حبة لبن صغيرين، يعني ايه تحرك المقدار شوية. وبعدين اللبن بيبقى برضو بينفش العجة، يعني حبة اللبن الصغيرين دول بتوع معلقتين لبن. بتنفش العجة وبيبقى طعم العجة حلو قوي، طبعا غير العجة بتاعت المطاعم خالص. العجة ديت بتبقى كل حاجة، آه يعني دي بيبقى طعمه حلو وهو متحمر مع البصل، شوية اللبن بيخلوا العجة مرتفعة مع البيكنج باودر. طبعا احنا في نفس الطاسة اللي عملنا فيها هنحط الزيت، وهنخليه يسخن على البوتاجاز قبل ما نحط الخليط. طبعا انا بقلب الطاسة كده علشان يبقى الزيت على الايه، في الطاسة كلها. وبعدين دلوقتي بقى هننزل الخليط في قلب الطاسة، وبعدين نوطي على البوتاجاز. لما نحط الخليط ما نخليش البوتاجاز عالي قوي، علشان العجة ما تبقاش تستوي من تحت وتبقى في النص نية. فلازم نحط المقدار، وبعدين نوطي البوتاجاز ونغطيها طبعا علشان تستوي براحتها. احنا كده وطينا وغطينا، ونخليها بقى لغاية ما تستوي قبل ما نقلبها. هنقلب بقى العجة التاني في قلب الطاسة علشان تستوي من الناحية التانية. ديت بتبقى طريقتها سهلة قوي وبتتعمل بسرعة. وبعدين عليت، يعني هي كده العجة بقت مرتفعة معانا، وبنقطعها. طبعا انا مش بقطع للاخر علشان الطاسة تيفال ما تتجرحش، انا بقطعها كده بس بقسمها من فوق علشان العجة تبقى مستوية من جوه. كده قطعناها مربعات، وبعدين هنغطيها تاني. العجة ديت من الأكلات الشعبية اللي بموت فيها. طبعا احنا دلوقتي خلاص
بنشوف العجة اذا كانت استوت من تحت ولا لا. بنشوف من تحت كده، لا لقيتها استوت خلاص. هنحطها بقى بعد كده في طبق التقديم. العجة ديت من الأكلات الحلوة الشعبية اللي أنا بموت فيها، وبعملها قليل أوي مش بعملها كتير. فلما بعملها بقى بناكل فيها كتير. دي بقى بتتعمل مع بطاطس مهروسة أو بطاطس محمرة، مع بابا غنوج، مع سلطة خضراء. بصوا العجة مرتفعة وشكلها حلو قوي كده. بقى بنقدمها مع سلطة خضراء وبطاطس مهروسة. البطاطس دي مهروسة بالزيت والليمون، بابا غنوج، سلطة خضراء. ودلوقتي لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك.